أعلن مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن زيارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإقليم الحسيم مطروحة من أجل الدفع بالمشاريع التنموية التي أعلنت عنها الحكومة في الإقليم استجابة لمطالب الساكنة. وأكد الخلفي أن اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع منتخبي إقليم الحسيم خلص إلى أن المدخل الأساسي لحل الإشكاليات التي طرحتها الاحتجاجات هي حل المعضلة المرتبطة بالتنمية، مبرزا أن الحكومة استجابت لأمور جديدة لم تكن مبرمجة ضمن مشروع الحسيم منارة المتوسط من قبيل إنشاء نواة جامعية وإنجاز مقاطع طرقية جديدة لفك العزلة على بعض قرى الإقليم، وتخصيص 900 منصب في قطاع التعليم لإقليم الحسيم لحل معضلة التوظيفات بقطر. في حين لكي تصلكم الأخبار الوطنية بكل مصداقية لحظة وقوعها، اشترك الآن.